وهو الحاجه بتاعته كانت ضخمة، ضخمه جدا، وكان وشه أحمر وكان هران جدا، وزي ما يقول جوعان وحصل لحمه، وراح جاي جنبنا على السرير، وراح ابتدى يعمل كان جايبنا من الشارع. انتوا فاهمين. واخته كانت مستمتعه جدا ومتعجبه في نفس الوقت، ومش قادره اتكلم، وهو بدا معايا وشوية معاها وشوية احنا الاتنين مع بعض، وكان بصراحه قوي جدا، وكان بصراحه فعلا عرف يخلينا احنا الاتنين مبسوطين جدا، وكنا طايرين في السحاب. اهلا وسهلا بيكم في قناة حكايات هند. النهاردة معانا حكاية جديدة، واتمنى تعجبكم. لو بتحبوا الحكايات الغريبة والمختلفة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أنا اسمي ميرا، عندي 26 سنة، وحكايتي بدأت لما اتجوزت وسكنت في بيت عيلة. دلوقتي بقالنا 5 سنين متجوزين، وأول ما اتجوزت سكنت في شقتي الخاصة في نفس البيت. أكيد عارفين بيوت العيلة وأجواءها، دايما فيها حاجات بتحصل. أنا جوزي كان راجل طيب جدا، هادي وما بيحبش المشاكل، لا مع أهله ولا مع حد. كان ليه أخ ساكن جنبينا في نفس البيت، شقته جنب شقتي مباشرة. الأخ ده أصغر من جوزي ب2 سنين، وكان متجوز واحدة، وأنا بصراحة كنت شايفة نفسي أجمل منها بكتير. أنا كنت دايما مهتمة بنفسي ومظهري، وكتير بيقولوا عليا شكلي صغير، كأن عندي 20 أو 24 سنة. جوزي كان كويس معايا ومعاملته ليا فوق الممتاز. في نفس البيت كانت ساكنة أخت جوزي كمان، وهي كانت مطلقة. الحكاية بدأت مع أخو جوزي، والسبب إن البيت صغير والمسافات قريبة جدا، فطبيعي الأصوات بتبقى مسموعة. وقت ما كنت أنا وجوزي مع بعض، كنت أحيانا بأصدر أصوات وما كنتش بعرف أسيطر عليها. ده كان بيخليني أحس بحرج كبير، خصوصا إن الأصوات كانت مسموعة في البيت كله. كنا عايشين حياتنا بشكل طبيعي جدا، حياة هادية وجميلة، وعلاقتنا كانت بسيطة على قدنا، لكن أنا كنت راضية ومبسوطة. مرات أخو جوزي كانت مهملة جدا في نفسها، وجوزها كان دايما يشتكي منها، يقول إنها مش نظيفة، ولا بتساعده، ولا بتعمل الحاجات اللي تريحه. طبعا الموضوع بدأ يقلب في دماغي، إزاي أخو جوزي يتجوز واحدة كده، مع إنها حلوة وجسمها جميل وبتحافظ على نفسها، وأنا اللي شكلي أحلى منها اتجوزت واحدة مهملة، لا بتهتم بنفسها ولا عارفة تخليني مبسوط. وفي يوم وأنا واقفة في البلكونة، لقيته طلع هو كمان واقف في بلكونته جنبنا، بقينا إحنا الاتنين واقفين قريب من بعض. فجأة قال لي: مش تبقي توطي صوتك شوية؟ أنا بصراحة كنت مستغربة من أسلوبه، وما حبيتش الطريقة اللي كلمني بيها. جوزي جاله عقد عمل في الخليج، وكان المفروض يسافر ويقعد 2 سنين من غير ما ينزل إجازة. أنا كنت ضد السفر ده تماما، وقلت له: بلاش تسافر، إحنا الحمد لله كويسين هنا ومش محتاجين حاجة. بس هو كان مصمم، وقال لي: لازم أسافر علشان أضمن مستقبلنا، ولما ربنا يرزقنا بالأطفال أقدر أربيهم وأصرف عليهم كويس. حاولت أقنعه يخليني أسافر معاه، لكن قال لي: مش هينفع، أنا رايح أشتغل مش أفسح، ولازم تبقي قد المسؤولية. اللي فاجئني بقى إن أخوه كان أكتر واحد بيشجعه على السفر، كان يقوله: لازم تسافر وتضمن مستقبلك ومستقبل عيالك. مع إن أخوه كان حاله أحسن مننا بكتير، مهندس وظروفه المادية أحسن، بس اكتشفت إنه وراه سبب تاني خالص. قبل موضوع السفر كنت بتعامل مع أخو جوزي عادي جدا زي ما أتعامل مع أي حد من قرايبي، كنت بحس إنه زي أخويا، وبنهزر ونتكلم براحتي. ما كنتش واخدة بالي إن كلامه وطريقته بدأت تتغير، بقيت أحس إن كلامه بقى فيه حاجة مش مظبوطة، بس كنت بصده علشان مش عاوزة مشاكل. الموضوع بدأ يزداد سوء لما جوزي قرر يسافر. أخوه بدأ يقرب مني أكتر، ويستغل إن جوزي مش موجود. هنا بدأت أحس إن الكارثة فعلا جاية. مرة كنت قاعدة بفكر وقلقانة جدا، وبقول لنفسي: هو ليه بيعمل كده؟ طب هو يقصد إيه؟ حسيت إن في حاجة مش طبيعية، فقررت أطلب من جوزي إن أروح أقعد عند أهلي. لما كلمته وقلتله، رد عليا: لا، مينفعش تروحي تقعدي عند أهلك، انتي في بيتك معززة مكرمة، وأهلك تروحي تزوريهم وترجعي زي لما بكون موجود. أخويا هنا وأختي هنا، ولو في أي حاجة هما معاكي، متخافيش من أي حاجة، وأنا هكلمك وأطمن عليكي أول بأول. سافر جوزي، وفضلت أنا لوحدي في الشقة. بدأت أحس بغرابة، خصوصا لما أخوه بدأ يتصرف بطريقة غريبة. بقيت أسمع أصوات جاية من أوضة النوم اللي جنب أوضتي. كنت لوحدي، والخوف زاد، خصوصا إن أنا متعودة ما يعديش يوم من غير ما أكون مع جوزي. دلوقتي بقاله شهر مسافر، وأنا بقيت على حافة الجنون من بعده.
كل حاجة بقت صعبة ومش عارفة أتصرف أو أواجه اللي بيحصل حواليا. أنا كنت ملاحظة حاجة غريبة من فترة، وأولها ما كنتش فاهمة، بس بدأت أحس إن أخو جوزي بيعمل حاجات كأنه قاصد يخليني أسمع هو ومراته وهما مع بعض. في الأول ما كنتش مستوعبة قصده، لكن بعدين لما بقينا بنتقابل في العزومات عند حماتي أو حماية بدأت أفهم. كنت بلاحظ نظرات منه مش طبيعية، مش نظرات أخ لجوز مراته، كانت نظرات فيها حاجة مش مريحة، زي ما يكون بيعجب بشكل جسمك. أنا كنت معروفة بجسمي الكيرفي، وكنت بيضة جدا وشعري طويل وأسود وبهتم بنفسي، على عكس مراته اللي كانت رفيعة قوي ومش بتهتم بنفسها بنفس الطريقة. كنت لما أشوفه بيبصلي بالطريقة دي كنت بتوتر جدا. بعدين بدأ يهزر معايا بطريقة مش لطيفة، يمسك حاجات أو يخبط كأنه بالغلط، وخصوصا لما كنت بقوم ألم الأكل مع مراته أو أخته كنت بحس إنه بيقرب مني أو بيحاول يلمسني بأي طريقة. طبعا ما كنتش بعبره أو برد على تصرفاته، لأن مراته كانت موجودة وأخته وأبوه وأمه. ما كنتش أقدر أتكلم أو أعمل أي رد فعل. كنت حاسة لو فتحت بقي الناس كلها هتقول إني عايزة أعمل مشاكل في البيت أو إني ببالغ. كنت برجع شقتي بالليل وأنا متضايقة جدا. العذاب اللي كنت بعيشه كل يوم في وحدتي زاد مع تصرفات أخو جوزي، وكل يوم كان يعيد نفس التصرفات وأنا ساكتة ومش عارفة أعمل إيه. بصراحة الموضوع كان بيشغلني جدا وكنت حاسة بحاجات غريبة حواليا. المهم في يوم من الأيام لقيته بيخبط على الباب بالليل. طبعا أنا اتفاجئت جدا، فتحت الباب وقلت له: خير، في حاجة؟ فقال لي: لا مفيش، أنا بس ما شفتكيش طول اليوم فقلت أطمن عليكي، يمكن تكوني تعبانة ولا حاجة. طبعا أنا كنت نايمة ولبسة لبس خفيف، مجرد طرحة كده لزوم فتح الباب. لما فتحت حسيت إنه واقف متسمر قدام الباب وعينيه مش بتتحرك. حاولت أقطع الموقف وقلت له: طب أنا عايزة أنام. فقال لي: ماشي، لو احتجتي حاجة كلميني. قفل الباب وأنا فضلت قاعدة أفكر في نظراته الغريبة اللي كانت موجهة لي. ليلتها حسيت بشعور غريب. تاني يوم كنت عند حماتي، والبيوت عندنا كلها قريبة من بعض. بالليل قال لي: ما تيجي تسهري معانا شوية، نتفرج على فيلم ونعمل فشار. مراته كانت ست طيبة وغلبانة، لكن كانت مش بتهتم بنفسها ولا بجوزها، كانت على نيتها جدا ومش متعلمة. المهم الفيلم اشتغل وقعدنا كلنا نضحك ونهزر. بعد شوية حماتي وحماية ناموا، وفضلت أنا وهو ومراته وأخته قاعدين. فجأة جه قعد جنبي وقال لي: هو جوزك محشكيش؟ قلت له بابتسامة: أكيد وحشني، ده بقاله داخل على 2 أو 3 مسافر. رد وقال لي: طب بتعملي ايه من غيره؟ ضحكت وقلت: بنتفرج على الفيلم. وقتها مراته كانت مركزة في الفيلم وأخته سرحانة في التليفون، ومحدش كان واخد باله. قمت بعد شوية وقلت: طب تصبحوا على خير، أنا هقوم أنام. أخته قالت لي: تعالي نامي معايا في أوضتي. قلت لها: لأ، أنا ما بعرفش أنام بعيد عن شقتي. قالت لي: ماشي، طب أنا هاجي أنام معاكي علشان زهقانة وعايزة أتكلم معاكي. وافقت وجت نامت معايا. وإحنا على السرير لقيتها فجأة بتقولي: بصراحة أنا ما بقتش مستحملة، أنا نفسي أتجوز بس مفيش حد بيتقدم لي، حاسة بحرمان ونفسي أحس إن في راجل في حياتي. حاولت أهديها وقلت: إن شاء الله ربنا هيبعت لك نصيبك ويعوضك خير. لكنها كانت بتتكلم بطريقة حسستني إن كلامها بيعبر عني أكتر ما بيعبر عنها. أنا مضطرة أشتغل زيها بالظبط، تعتبر مطلقة. وقلت لها: طب اهدي وحطيها في حضني. لقيتها بتقولي: أقولك على حاجة؟ قلت لها: قولي. قالت لي: بصراحة أنا نفسي أعمل علاقة دلوقتي حالا. فضحكت كده وقلت لها: طب إزاي وإنتي شايفاني؟ قالت: لأ، أنا بس بفضفض معاك، بس أنا بجد محتاجة العلاقة جدا وما بقتش مرتاحة من غير راجل في حياتي. فابتديت أنا كمان أحكي لها وأقول لها إن أنا كمان محتاج الحاجات دي، وأخوك سابني ومشي، وأنا كنت متعودة إن الموضوع ده بيحصل كل يوم. فقال أخي: أنا هاسو بيكي لأنها زيك وأكتر. وفجأة لقيتها ابتدت تقرب مني وحاولت تعمل كأنها راجل. قلت لها: إيه اللي انتي بتعمليه ده؟ قالت لي: ما تتعجبش يعني، بس أنا شفت الموضوع ده في فيلم قبل كده، إحنا ستات ونبسط بعض ونريح بعض. فمخبيش عليك، الموضوع من حركاتها واللي كانت بتعمله خلاني أتمنى أجرب الموضوع ده. فلما ابتدت حسيت إن ده ممكن يخليني مبسوطة. فطبعا خلعنا الحاجات اللي علينا وابتدت تغني معايا كأنها راجل،
وأنا كنت مبسوطة جدا رغم إني كنت مستة. وفي وقت ما إحنا بنعمل كده اتفاجئنا إحنا الاتنين بأخو جوزي داخل علينا وشافنا بالمنظر اللي قلت لحضراتكم عليه. فطبعا إحنا كنا بعد ظهوري الرهيب جدا، ولقيته بيوعي كاميرا التليفون وبيصور لنا إحنا كنا بنعمله، وراح قال لنا محدش يتحرك من مكانه، إيه اللي انتوا بتعملوه ده، وكلام من النوع ده. فطبعا أنا ما كنتش قادرة أتكلم ولا أرد، ويادوب جبت حاجة وغطيت نفسي بيها، وتفاجأت بأخته بتقوله كل حاجة جاهزة وما تخافش من أي حاجة. فبصيت عليها وقلت لها وأي الكل حاجة جاهزة؟ اللي فهمته إنها كانت متفقة معاه، أو هو كان متفق معاها إنه هو يشوفني بالمنظر ده علشان ما أقدرش أرفض طلبه. فبصراحة زي ما قلت لكم من صدمتي ما بقتش قادرة أعمل أي حاجة ولا أتحرك حتى من مكاني. وبعدين لقيته خلع كل حاجة من عليه، وأنا وأخته على السرير زي ما قلت لكم. وهو الحاجة بتاعته كانت ضخمة جدا، وكان وشه أحمر وكان هران جدا، وزي ما يقول جوعان وحصل لحمه، وراح جاي جنبنا على السرير وراح ابتدى يعمل كان جايبنا من الشارع. انتوا فاهمين. وأخته كانت مستمتعة جدا ومتعجبة في نفس الوقت، ومش قادرة أتكلم، وهو بدأ معايا وشوية معاها وشوية إحنا الاتنين مع بعض. وكان بصراحه قوي جدا، وكان بصراحه فعلا عارف يخلينا إحنا الاتنين مبسوطين جدا، وكنا طيارين في السحاب من اللي هو كان بيعمله. وعمل مرة يعتمدوا عليه، والرابع، وكل ده معانا إحنا الاتنين. وأنا كنت هتجنن. فاهموا إيه اللي بيحصل وإزاي يحصل كده؟ أنا حاسه إن أنا في حلم، أو حاسه إن أنا في كابوس، أو حاسه إن أنا في دنيا تانية. أنا ولا مش عارفه إيه اللي بيحصل. وما كانش راضي يبطل، كان راضي يسيب حد فينا. وابتدى بأنف أكتر، فابتدى بخشونه. وطبعا أنا الصراحة ما حبيش عليكم، أنا بحب الطريقة دي جدا جدا، باردها من جوزي. وجوزي زي ما قلت لكم إن هو كان يعني على قده شوية، مش زي أخوه. واللي كان خليني هجنن أكتر إزاي إن دي أخته. بس عرفت بعد كده إن هو كان بيعمل مع أخته كاملة من فترة طويلة، وهي كانت مبسوطة بالموضوع ده، بس هي ناسخ معاه الموضوع ده. لما دخلت علشان تقرني للموضوع ده، وتخليق أخواه يخش يشوفنا وإحنا في الوضع ده وفي المنظر ده، وفطرنا كده مع بعض كل يوم بعد ما حماية وحماتي واختاروا ومراته كمان تنام، نيجي على شانتي وهو يجي وقرانا، ونعمل الموضوع ده كل يوم. وكنا بنحس بأحاسيس جميلة جدا وأحاسيس غريبة جدا، كانت بتخلينا نحس إن إحنا منطلقين عن العالم متحررين جدا. أما فيش حاجة في دماغنا إلا الموضوع ده، وما كناش بنفكر في حاجة وإحنا مع بعض قلنا في الموضوع ده. وما بقتش مستعجله على إن جوزي يجي، وقلت اقعد سنه نقر سنتين يقعد 3 سنين. خلاص أنا لقيت حاجة جديد وعال جدا، وحاجة مخلياني مبسوطه، وحاجة مخلياني مش مستعجله على رجوع جوزي أبدا. وبصراحة أخو جوزي كان بعيد عن الموضوع ده، ابتدى يرهم معايا بكل رقة وكل اهتمام، وابتدى يشوف كل طلباتي ويجيب لي كل حاجة أنا نفسي فيها أكتر ما كان جوزي بيعمل. قولي رأيكم في الكومنتات وتقولولي اعمل ايه في الموضوع اللي أنا قلت لكم عليه. وصلنا لنهاية القصة. كانت معكم هند، مع السلامة.